حنا أهل التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعت إلى أنشودة أو أغنية لا أدري غناها الشيخ مشاري راشد العفاسي، فيها كلمة يعني عجيبة الشأن، يقول حنا أهل التوحيد بلغة بلاده، يقصد نحن أهل التوحيد. هذه الكلمة في ميزان اللغة العربية وعلومها فيها مفهوم مخالفة يخرج غيره ومن أرادهم من التوحيد، وهذا هو الفكر التكفيري الإقصائي الذي حذرنا منه عبر السنين. يا أستاذ مشاري، أنت تعلمت هنا في الأزهر وتخرجت، هل علمناك في الأزهر أنك أنت فقط وبعض القبائل العربية أهل توحيد وباقي المسلمين ليسوا أهل توحيد؟ هل علمك أحد في الأزهر وأنت تتعلم منا كيف تنطق بالقرآن نطقا صحيحا أنك موحد وأن باقي المسلمين مشركون؟ هل هذا هو الدين الذي أتيت إلينا لتتعلمه وعدت إلى بلادك لتقرأ القرآن بعد أن أخذته عن علماء مصر الكرام لتكفر غيرك من المسلمين عربا وعجما الذين لا يتفقون معك على فكرة من الأفكار؟ وأي توحيد تقصد؟ ألوهية أم ربوبية؟ عبادة أم خالقية؟ لو تكلمنا عن الوهابية التي أنت تمثلها في بلدك فأنت تكفر كل من خالفك إما صراحة وإما التزاما كما تفعل في هذه الأنشودة. والحقيقة أنكم مشبهة ومجسمة، وهذه هي العقيدة التي يعرفها كل أهل السنة والجماعة في العالم، فتوحيدكم أصلا فيه خلل كبير جدا، يعني توحيدكم ناقص، فيه تجسيم الله، وصف الله بأن له ثياب، ووصف الله بأن له أعضاء، وفيه وصف الله بأن له حركة وانتقال ونزول وطلوع حقيقي وحركة داخل الكون أثبتها ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في الفصل الأول، غير ذلك من الطمات والمخازي. فعن أي توحيد تحدثنا؟ ولهذا وقت فتنة بين المسلمين، تكفير ورمي بالتكفير ولو بلازم الكلام ولو بطريقة كما نقول في العامية المصرية تلقيح الكلام. هل هذا وقت لهذا الأسلوب العجيب هذا؟ هل الأمة الإسلامية تحتمل أن هذا الكلام؟ أسأل الله تعالى أن تثوب إلى رشدك وأن تلتزم بالعلم الشرعي، وأن تفهم أن هناك في اللغة العربية باب اسمه مفهوم المخالفة، وأن تحترم اللغة العربية التي يبدو أنك تحتاج أن تأتي إلينا مرة أخرى في الأزهر لنعلمك إياها. حتى لو تكلمت بالعامية فظواهر اللغة العربية ممتدة إلى اللغة العامية الدارجة التي تتكلم بها في بلدك. فعندما تقول حنا أهل التوحيد، وماذا عن باقي المسلمين في العالم الإسلامي الذين لا يتفقون معك في آرائك حتى السياسية؟ هل سنكفرهم؟ حاشا لله. أما عن إيران فلا أحد ضد إيران أكثر مني. إيران كشعب على الرأس والعين، أما كحكومة، حكومة باغية ظالمة فاجرة مفسدة في الأرض، نشرت الفساد في الأرض، أضعفت بلاد المسلمين، قتلت من المسلمين أكثر من كل من قتلوه أعداء المسلمين. نحن معك ضد إيران، لكن لابد أن يكون التصرف بحكمة، لا بتكفير باقي المسلمين لأننا ضد إيران. لا أحد أظن في مصر ضد إيران مثلي، وأنا عندي حلقة كاملة، حلقات سلسلة فضائح الشيعة الرافضة. نحن لسنا